إلهنا من أهلها بجاه منشئها وجاه فضلها جعلنا إلهنا من أهلها بجاه منشئها وجاه فضلها لما سلكت مسلك التحقيق فيه وأسرت دجى طريقي سميته بمنية المريد أخذ ولد شيخنا سجيدي لولا مخافتي للتأويل لجئت للمذكور بالضليل لكنني أرجو من المهيمن تسهيل شره للنظام حسني فإن ذا تقر بتصديقي لما ذكرت لك بتحقيق هذا مع العلم بعني لست على لذا وأنني استهدفت لكنني أرجو من المحيمين تسهيل شري لكنني أرجو من الذي في حفظي من الخطأ والتسهيل وأن يكون ذا النظام سببا إلى ارتقاء درجات النجبا وأن يميتني على دين النبي وحب شيخنا الإمام طيب قطب العنام ذي التقى والجود حب الرسول سيد الوجود عليه أزكى صلوات ربي وآله ثم النورى والشابي ما اشتاق مؤمن إلى طيبته في حبه وحب آل بيته ما أنجبت خوض من الغواني في كل ما مدى من الزمان كمثل أم شيخنا رباني عائشة طاهرة الحساني فما لها وإياد فخر كما لها بشيخنا الإمام العلماء سوى اللوات جئنا بالمختار وحزبه وسابه الأخيار إذا انجبت به ردا مشددا مهذبا ممجدا مسودا من بعد هذه سار في طينه وسار في العلم والدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولودا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده
وما أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قرائس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صلى الله عليه وسلم. جعلنا إلهنا من آلهة بجاه منشئة وجاه فضلها جعلنا إلهنا من آلهة بجاه منشئة وجاه فضلها لما سلكت مسلك التحقيق فيه وأسرت دجى طريقي سميته بمنية المريد أخذ ولد شيخنا سديدي لولا مخافتي للتدويل لجئت للمذكور بالضليل لكنني أرجو من المهيمن تسهيل شره للنظام حسني فإن ذا تقر بتصديقي لما ذكرت لك بتحقيق هذا مع العلم بعني لست على لذا وأنني استهدفت لكنني أرجو من المحيمين تسهيل شري لكنني أرجو من الذي في حفظي من الخطأ والتصحيف وأن يكون ذا النظام سببا إلى ارتقاء درجات النجبا وأن يميتني على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب قطب العنام ذي التقى والجود حب الرسول سيد الوجود عليه أزكى صلوات ربي وآله ثم النورى والشابي ما اشتاق مؤمن إلى طيبته بحبه وحب آل بيته ما أنجبت خوض من الغواني في كل ما مدى من الزمان كمثل أم شيخنا رباني عائشة طاهرة الحساني فما لهوائية فخر كما لها بشيخنا الإمام العلماء سوى اللواتي جئنا بالمختار وحزبه وسابه الأخيار إذا انجبت به ردا مشددا مهذبا ممجدا مسودا من بعد هذه سار في الطين وسار في العلم والدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس
ولودا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وما أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراديس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون